بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الأستاذ سيد أحمد سيد عبد الله، معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة بني محمد شعراوي الإعدادية، إدارة أبو قرقاص التعليمية. أحبابي طلاب الصف الثاني الإعدادي، مرحبا بكم في درس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية. موضوع درسنا النهاردة عن تضاريس وطننا العربي. في درسنا النهاردة هنتعرف على عوامل تشكيل السطح في الوطن العربي وأهم مظاهر سطح الوطن العربي. ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ يعني غبت النهارده من المدرسه. الحمد لله كويس يا اسلام. انا كنت تعبان شويه النهارده ورحت للدكتور. اخدت درس ايه النهارده في المدرسه؟ الف سلامه عليك. الاستاذ سيد احمد شرح لنا درس تضاريس وطننا العربي. انا هروح دلوقتي للاستاذ سيد علشان يشرح لي الدرس. السلام عليكم، ازاي حضرتك يا استاذ سيد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أحمد؟ عامل ايه؟ يعني غبت النهاردة من المدرسة؟ الحمد لله تمام، والله كنت تعبان شويه وعند الدكتور. انا عرفت ان حضرتك شرحت درس تضاريس وطننا العربي، وانا قريت الدرس وحاجات كتيره ما فهمتهاش. ممكن حضرتك تشرحها لي؟ تعالى نقعد ولا اشرح لك الحاجات اللي انت ما فهمتهاش. ايه بس الحاجات اللي انت ما فهمتهاش يا أحمد؟ أنا والله عاوز أعرف عوامل تشكيل السطح في الوطن العربي وأهم مظاهر سطح الوطن العربي. عوامل تشكيل السطح في الوطن العربي يا أحمد بتنقسم لنوعين من العوامل، عوامل باطنية وعوامل خارجية. العوامل الباطنية من اسمها يعني تحدث في باطن الأرض، ودي زي الحركات الالتوائية والحركات الانكسارية والثورانات البركانية. يعني إيه يا أستاذ الحركات الالتوائية والحركات الانكسارية والثورانات البركانية؟ الحركات الالتوائية دي أدت إلى تكوين سلاسل جبلية مرتفعة، أما الحركات الانكسارية دي أصابت الصخور الصلبة فأدت إلى ارتفاع بعضها مكونة جبالا وانخفاض بعضها مكونة بحارا. أما الثورانات البركانية دي أدت إلى ظهور الجبال والهضاب البركانية، وأنا عندي هضبة بركانية في الوطن العربي زي هضبة اليمن. شكرا يا أستاذ. طيب إيه هي العوامل الخارجية؟ العوامل الخارجية دي تحدث على سطح الأرض، ودي زي التعرية المائية سواء نهرية أو بحرية، وزي التعرية الهوائية. طيب التعرية المائية دي تتمثل في نحت الماء للصخور ونقلها وإرسابها، وينتج عنها أشكال سطح متعددة مثل دلات الأنهار وشواطئ البحار. أما التعرية الهوائية تتمثل في نحت الرياح للصخور ونقلها وإرسابها، وينتج عنها أشكال سطح متعددة مثل الكثبان الرملية. شكرا يا أستاذ. طيب وإيه هي أهم مظاهر سطح الوطن العربي؟ مظاهر السطح في الوطن العربي تشمل الجبال والهضاب والسهول. طبعا الجبال تنقسم في الوطن العربي حسب تكوينها، فأنا عندي نوعين من الجبال، في حاجة اسمها جبال التوائية وفي حاجة اسمها جبال انكسارية. طبعا الجبال الالتوائية دي جبال نشأت نتيجة الحركات الالتوائية الباطنية التي تعرضت لها طبقات القشرة الأرضية، ودي زي جبال كردستان وجبال زاجرس وجبال عمان وجبال أطلس. أما الجبال الانكسارية دي جبال نتجت عن حدوث انكسار في طبقات القشرة الأرضية، دي زي جبال البحر الأحمر وجبال الشام. طيب ممكن يا أستاذ تشرح لي بالتفصيل مثال للجبال الالتوائية ومثال للجبال الانكسارية؟ مثال الجبال الالتوائية عندي جبال أطلس، وطبعا جبال أطلس تقع بالجناح العربي الأفريقي فقط، تمتد من الغرب للشرق في 3 دول هي المغرب والجزائر وتونس، تتكون من مجموعة سلاسل جبلية أهمها جبال أطلس التل في الشمال وجبال أطلس الصحراء في الجنوب، وتحصران بينهما هضبة الشطوط. شكرا يا أستاذ. ممكن تشرح لي بالتفصيل مثال للجبال الانكسارية؟ أنا هشرح لك مثالين للجبال الانكسارية. عندي جبال البحر الأحمر وجبال الشام. طبعا جبال البحر الأحمر تقع في جناحي الوطن العربي، تمتد على جانبي البحر الأحمر في الجناح الأفريقي والجناح الآسيوي. في الجناح الأفريقي في مصر والسودان وتعرف باسم جبال البحر الأحمر. أما في الجناح الآسيوي تمتد في دولتين السعودية واليمن، في السعودية تعرف باسم جبال الحجاز وجبال عسير، أما في اليمن تعرف باسم مرتفعات اليمن. أما جبال الشام
تقع في الجناح العربي الآسيوي، تمتد على طول الساحل الشرقي للبحر المتوسط في سوريا ولبنان وفلسطين، تحصر بينها عدة سهول تجري فيها أنهار مثل نهر الليطاني في لبنان ونهر العاصي في سوريا. طيب يا أستاذ، أنا عاوز أعرف موقع الجبال دي على خريطة الوطن العربي. تعال مع بعض نتعرف على موقع الجبال على خريطة الوطن العربي بشيء من التفصيل. الجبال الالتوائية، منها جبال أطلس. تقع جبال أطلس بالجناح العربي الأفريقي فقط، تمتد من الغرب للشرق في 3 دول هي المغرب، الجزائر، تونس. تتكون من مجموعة سلاسل جبلية، أهمها جبال أطلس التل في الشمال وجبال أطلس الصحراء في الجنوب، وتحصران بينهما هضبة الشطوط. الجبال الانكسارية، منها جبال البحر الأحمر، تقع في جناحي الوطن العربي، تمتد على جانبي البحر الأحمر في الجناح الأفريقي في مصر والسودان، وتعرف باسم جبال البحر الأحمر. أما في الجناح الآسيوي تمتد في السعودية واليمن. في السعودية تعرف باسم جبال الحجاز وجبال عسير. أما في اليمن تعرف باسم مرتفعات اليمن. جبال الشام تقع في الجناح العربي الآسيوي، تمتد على طول الساحل الشرقي للبحر المتوسط في سوريا ولبنان وفلسطين، تحصر بينها عدة سهول تجري فيها أنهار مثل نهر الليطاني في لبنان ونهر العاصي في سوريا. يا أستاذ، أنا عاوز أعرف الهضاب الموجودة في الوطن العربي. تنقسم الهضاب في الوطن العربي إلى هضاب الجناح الأفريقي وهضاب الجناح الآسيوي. هضاب الجناح الأفريقي مثل هضبة أفريقيا الشمالية، تمتد من جبال البحر الأحمر شرقا إلى ساحل المحيط الأطلنطي غربا، ومن ساحل البحر المتوسط شمالا إلى وسط أفريقيا جنوبا. تعد هضبة الشطوط من أهم مظاهرها. أما هضاب الجناح الآسيوي أنا عندي 3 هضاب: هضبة حضرموت ودي تقع في جنوب شبه الجزيرة العربية، وهضبة نجد تقع في وسط شبه الجزيرة العربية، وهضبة بادية الشام تقع في شمال شبه الجزيرة العربية. طبعا يا أحمد، توجد بهضاب الوطن العربي العديد من الظواهر الطبيعية الساحرة زي الواحات وزي الأودية الجافة. طبعا الواحات هي عبارة عن أرض منخفضة في الصحراء صالحة للحياة وتعتمد على المياه الجوفية من الآبار والعيون العذبة. طيب يا أستاذ، وما هي أهميتها؟ طبعا الواحات توجد بها أرض خصبة صالحة للزراعة، وبالتالي يعمل سكانها بالزراعة وتربية الحيوانات. وأنا عندي واحات في الوطن العربي زي واحة سيوة في مصر وواحة الكفرة في ليبيا. يعني إيه يا أستاذ الأودية الجافة؟ وإيه هي أهميتها؟ وتقدر حضرتك تقول لي مثال على الأودية الجافة؟ الأودية الجافة هي أودية كانت تجري بها المياه قديما ثم جفت، ودي تستخدم كطرق للمواصلات ويسهل الحصول منها على المياه الجوفية. وأنا عندي مثال الأودية الجافة في مصر وادي العلاقي. الهضاب في الوطن العربي. هضاب الوطن العربي تنقسم الهضاب في الوطن العربي إلى هضاب الجناح الأفريقي وهضاب الجناح الآسيوي. أولا هضاب الجناح الأفريقي، هضبة أفريقيا الشمالية، تمتد من جبال البحر الأحمر شرقا إلى ساحل المحيط الأطلنطي غربا، ومن ساحل البحر المتوسط شمالا إلى وسط أفريقيا جنوبا. تعد هضبة الشطوط من أهم مظاهرها. ثانيا هضاب الجناح الآسيوي، هضبة حضرموت تقع في جنوب شبه الجزيرة العربية، هضبة نجد تقع في وسط شبه الجزيرة العربية، هضبة بادية الشام تقع في شمال شبه الجزيرة العربية. وآخر حاجة في تضاريس وطننا العربي هي السهول. والسهول هي أرض سهلية منبسطة من سطح اليابس وتتميز باستواء سطحها. وأنا عندي 3 أنواع من السهول:
سهول فيضية وسهول ساحلية وسهول صحراوية. طبعا السهول الفيضية هي أرض مستوية أو شبه مستوية السطح كونتها الأنهار عن طريق ترسيب المواد العالقة بمياهها على جانبي النهر، ودي مميزاتها أن تربتها خصبة صالحة للزراعة، ولذلك ترتفع بها الكثافة السكانية مثل سهول نهر النيل في مصر والسودان وسهول نهري دجلة والفرات في العراق. أما السهول الساحلية دي أرض مستوية أو شبه مستوية مختلفة الاتساع تمتد على سواحل البحار والمحيطات، ودي مميزاتها أنها متنوعة الموارد والاستخدامات، فبعضها صالح للزراعة مثل سهول البحر المتوسط، وبعضها مليء بالثروات المعدنية ومصادر الطاقة مثل سهول البحر الأحمر والخليج العربي. أما النوع الثالث من السهول هو السهول الصحراوية، ودي سهول كونتها الرياح عن طريق النحت أو الإرساب، وقد تكون سهول صخرية أو إرسابات رملية. شكرا يا أستاذ على المعلومات القيمة دي. وبكده يكون انتهينا من شرح درس تضاريس وطننا العربي. انتظرونا في درس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية. كان مع حضراتكم الأستاذ سيد أحمد سيد عبد الله، معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة بني محمد شعراوي الإعدادية.